احنا يا شباب دلوقتي في ورشه تحنيط، ومعانا الناس اللي موجوده المسؤوله عن الموضوع ده هتشرح لنا اكتر عن موضوع الغرفه ومحتوياتها ودنيتها كامله. ورشة التحنيط دي بالفعل هي الموجودة هنا، الجدار بتاعها الأساسي اللي هو من تحت دوت. البلوك ده تكملة للغرفة كملها دكتور سامي يبرا مكتشف المنطقة اللي هو إعادة الترميم. إعادة الترميم ده عشان يعمل سقف ويحفظ الحاجات. تمام. ده الفرن اللي كانوا بيحط عليه الطيور بعد ما بيخش الأحشاء منها، بيتقنوا عليه من تحت ويحطوا الطائر هنا، ينزل الدهون بتاعته تنزل من الفتحة اللي هناك دي. تنزل في الإناء ده. تمام. وبعد كده طبعا بيلفوه بالكتان ويجهزوه عشان يدفنوه. تمام. انا عادي ممكن اظهرك في الفيديو ولا؟ عادي. مفيش عندي مشكله، ماشي اتفضل. المومياوات اللي جوه دي ده خضر بومه وصقر. تمام. 3 طيور. 3 طيور، بومه وصقر. صقر وبومه وصقر. ده ضمن الطيور المحنطه واللي في داخل الغرفه. الكتان طبعا معروضه. تمام. دول 3 جماجم بانواع مختلفه من جلد البابون. ايوه. ممكن يكون فيها اعمار مختلفه. تمام. من جلد البابون. تمام. البيض ده بيض طائر لايتس. بيض طائر لايتس اللي هو بومنجا شبيه بومنجا. التابوت ده تابوت لطائر لايتس، لكن هو الطائر متحلل من الداخل. دي طبعا المادة اللي هي في الحوض ده مادة التحنيط اللي هم بياخدوا منها عينات يحللوها ولسه ما اكتشفوش ايه هي المادة، ايه هي نوع المادة او ايه المكونات اللي داخل المواد. طب بالنسبة للأرضية دي بعد أعمال الترميم فيها برضه، مش دي الأرضية الأساسية يعني. هي الأساسية، حتى مادة التحنيط يمكن هي اللي سايحة. هي اللي سايحة في الأرضية مادة التحنيط دي. تمام. شكرا ليك والله، معلومات كويسة. إن شاء الله هنتابعوا معانا، هنصور سراديب الدفن للطيور المحنطة ونكمل مع بعض.